السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوليوس، أتمنى تكونوا بخير ورجعت لكم فيديو جديد مع لعبة فري فاير. طبعا فيديو النهاردة زي ما طلبتم مني شرح سلاح اليو ام بي وأفضل سكنات اليو ام بي وأفضل الشخصيات اللي بتستعملها مع سلاح اليو ام بي. في البداية كده اليو ام بي أو أسلحة الاس ام جي بشكل عام بتعتمد على سرعة الإطلاق أو معدل الإطلاق. كل ما يكون معدل الإطلاق فيها أسرع أو أعلى كل ما يكون تفوقك في القتال أفضل. ففي الفيديو ده هنشرح لكم افضل شخصيات تستخدمها مع اليو ام بي او اسلحه الاس ام جي وافضل سكنات اليو ام بي اللي ممكن تستخدمها في داخل المباراه. ويلا خليكم مع المقطع. اولا بالنسبه للشخصيات اللي بنستخدمها مع اسلحه الاس ام جي، في البدايه عندنا شخصيه لونا. وشخصية لونا هي متخصصة في معدل الإطلاق، بتخلي لك سرعة الإطلاق أعلى في الأسلحة لما تكون في مواجهة، وفي نفس الوقت طول ما أنت في المواجهة بتزيد لك سرعة الحركة بنسبة معينة. الشخصية التانية معانا وهي شخصية وولفرا، وشخصية وولفرا مهمة جدا 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 لو بتلعب مصنف أو حتى بتلعب كلاش سكواد. شخصية أساسية، يعني في أي كومبو شخصيات أنت بتستعمله فالشخصية دي أساسية. شرح سريع للشخصية ببساطة، الشخصية دي لما تقتل 3 أعداء بيزيد لك الضرر اللي انت بتضربه في خوذة الخصم على كل عدو 10%، بحد أقصى 30%. في نفس الوقت بيقلل لك الضرر اللي انت بتتلقاه في الخوذة. لو قتلت 3 أعداء بيقلل لك على كل عدو 4%. طيب ده هيفيد في ايه؟ في أسلحة الاس ام جي أو حتى في المباريات بشكل عام. أسلحة السنايبر زي الدراجون اوف أو الاس كي اس أو النقار، الأسلحة دي طلقة واحدة في الهيد شوت كفيلة إن هي تقتلك، ولكن مع شخصية وولفرا الشخصية مش بتموت من ضربة واحدة. يعني الهيد شوت أعتقد ممكن يجي عليك 190 أو 195، المهم مش بتموت من طلقة واحدة. طيب بالنسبة ليو ام بي هتفيد بإيه؟ الشخصية دي ضرر أسلحة الاس ام جي بشكل عام بيكون في الهيد شوت، لو الخصم معاه خوذة 3 بيكون في الهيد شوت تقريبا 70 أو 80. فلما أنت تحط الشخصية دي بيزيد لك الضرر في الهيد شوت لحد 110، يعني الطلقة في الرأس بتكون 110 أو 120. فده بيكون مفيد جدا في القتالات القريب، يعني الخصم يموت من طلقتين 2 بس. لذلك أنا أنصح أي شخص بيلعب اس ام جي أو حتى بيلعب أسلحة الشوت جن أو حتى مدى بعيد إن هو يستخدم الشخصية دي. بالنسبة للشخصية النشطة فبصراحة ده بيرجع للشخص اللي بيلعب بالشخصية. يعني أنا ما فيش شخصية نشطة معينة بنستخدمها مع اليو ام بي. انا عن نفسي بستخدم شخصية كي لان بحب ان يكون دمي كامل او يتعبوا بسرعة. يعني في ناس بتستخدم شخصية تتسويا، في ناس بتستخدم اوريون، في ناس بتستخدم شخصية الشجرة، مش تفرق يعني، كل واحد وحسب الشخصية اللي بيفضلها. فالشخصية النشطة بترجع لك انت. وبالنسبة للشخصية الرابعة اللي انت بتستخدمها في الفريق برضو دي بترجع لك انت. تمام، ممكن تستخدم فورد، ممكن تستخدم شخصية لوكوثا زي ما انا ما بستعمل، ممكن تستخدم غير شخصية يعني، ولكن الشخصيتين اللي انا حكيتهم في اول فيديو هم دول المهمين ودول اللي لازم تركز عليهم لو بتلعب بأسلحة الاس ام جي. وبس كده، اذا عجبكم الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة، وهترككم مع جيم بلاي كويس وبعد كده بعض اللقطات الجي دبليو ام بي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Over the edge, feel like I'm floating. Killing spree! Yeah. The pain I felt is paid for, all is said and done. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the havoc that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.
story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all.